نفس الوقت يبقى متوجه للسقف او متوجه بعيد عن الطفل خالص. لو ابني اكبر من 6 شهور خلي بالك برده من الهدوم، لو هيقعد في الاوضه اللي فيها تكييف يبقى انا هلبسه حاجه بكم خفيفه برده، يا اما تيشيرت او بنطلون علشان خاطر اضمن ان هو ما يبردش مني، ولو نام انا بغطيه بكوفرته خفيفه. برده هيبقى التكييف انا موجهاه بعيد عن الطفل خالص ورافعاه للسقف او في الحيطه. مهم جدا التهويه للاطفال، خلوا بالكم يا جماعه لان في الحر ودرجه الحراره الشديده دي اطفال بتتعب مننا. النظافه ما بتعيش، الامهات اللي بتسال ان انا حمي ابني ولا لا ولا يعيا مني لو حميته، الحمى ما بيعيش، بالعكس بينظف جلد الاطفال وبيحميهم من امراض كتيره. شربي ابنك سوائل كتير وميه كتير في فتره الصيف علشان خاطر ما يبقاش في ارتفاع في درجه الحراره. شغلي التكييف، شغلي المروحه، ما فيش مشكله، اللي متاح عندك شغليه، بس زي ما فهمتك لازم نظافه الجهاز بتاعي ونبقى مسحاه بفوطه كويس قوي بميه بديتول، والفلاتر التكييف نفس الكلام بميه بديتول علشان خاطر اضمن نظافتها وسلامتها. اي اسئله حوالين الموضوع دوت يا ريت تسيبوها لي في الكومنتات وانا هجاوب عليها كلها.